يلا نخلي الليمون وجماله، والليمون المعصفر بالذات اللي بنخلله وهو صحيح من غير ما نسلقه خالص. والطريقة بتاعته سهلة وجميلة جدا، شايفين شكله كده تحفة، ولما يستوي بيبقى اجمل واجمل. طبعا عشان تشوف الفيديو حبايبي اللي لسه ما اشتركوش في القناة، يا ريت تشتركوا في القناة. طبعا فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتي. يلا بينا نشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. طبعا الليمون موسمه دلوقتي رخيص وكويس جدا. طبعا دلوقتي ان احنا نخلله ليمون معصفر، عملته لكم قبل كده، وطبعا عملته في فيديو يعني. والليمون اللي هو المسلوق يعني نص سلقة مش او ربع سلقة، يعني ما بياخدش وقت في السوا كتير لو عايزين تاكلوا منه. طبعا انا حاطه على البوتاجاز، دي مش كميه الليمون اللي هعملها، انا عامله كميه حلوه. حاطه على البوتاجاز طبعا الليمون بيغلي في الميه، هسيبه لغايه ما يدوب لونه كده يغير، وبعد كده نشوف نعمل ايه. طبعا مجهزه هنا حبه البركه، وعندي شطه حمراء حاره، وعندي هنا العصفر بتاعنا اللي لا غنى عنه مع الليمون، وعندي الملح، وعندي كده كام قرن شطة حارة. لو عايزين تستغنوا عنها مفيش مشاكل، لكن بتدي طعم جميل لليمون. تعالوا نشوف البوتاجاز كده. ادي الليمون بدأ ان هو لونه يغير، وهو حتى شايفين اتفتح كده حتة من الجنب منه. طبعا هطفي البوتاجاز كده عشان انا دي ليمونة حطاها في النص، فاضت مني لسه حطاها دلوقتي، ما خدتش اللون معايا. شايفين لونها ابتدى يغير من المية المغلية. هطفي البوتاجاز طبعا عشان الليمون بتاعي يكمل نص السوا بتاعه على النار اللي على المية السخنة كده. بعد كده هعمل ايه؟ هخليه زي ما هو؟ لا طبعا لازم نشيل المرار اللي فيه، نغير المية من 3 ل4 ايام، صبح وليل صبح وليل نغير المية كده، نطلع المية دي نكبها، وبعد كده نغير له المية لمدة 3 ايام او 4، وبعد كده نعمل الخلطة بتاعتنا ونحشيه ونخلله. هنشوف مع بعض. هنتظر لغاية ما اغير له المية وبعد كده نحشي مع بعض. ورجعت لكم بعد ما الليمون بتاعي عدى عليه 4 ايام، كنت بغسله صبح وليل. وطبعا ده قشر الليمون اللي كنت بستخدمه، كنت بحطه برده في الميه يتخلل معاه. طبعا مجهزه الملح والشطه والحبه البركه، وهنا العصفر، وادي شطه حمرا حاره ممكن تستغني عنها، انا بحب ان انا احطها كده سليمه. عايزه تعمليها من الجنب وتستغني عن الشطه الحمراء مفيش مشاكل، يعني تعمليها بالسكينه كده من الجنب. طبعا جهزت شويه في طريقتين لتخليل المخلل الليمون بالشكل ده المسلوق. ممكن تفتحيه كده من النص وتحشيه طبعا الحشوه اللي احنا هنعملها دلوقتي، وممكن تحطيه زي ما هو كده سليم في البرطمان وترش عليه من الحشوه اللي هنعملها. نجيب كده طبق ونعمل الحشوه بتاعتنا. ادي الطبق، هنحط طبعا الملح بتاعنا اهو. طبعا انا مخليه كميه، فهحط كميه ملح حلوه بالشكل ده. احط الشطه، احط العصفر بتاعي، احط حبه البركه. طبعا هقلبهم تقليبه كويسه بحيث ان كل حاجه تمتزج في المكونات الجميله بتاعتي دي. ادي الخلطه بتاعتنا بقت جاهزه للحشو. طبعا هجيب الليمونه كده من النص وهبدا ان انا احطه بالشكل ده، واحطها في البرطمان بتاعي اهو بالشكل ده كده. ممكن بالمعلقه طبعا تملوا اهو، تملى كده بالمعلقه اهو بالشكل ده. بعد كده تغلفوها بالشكل ده تحطوها. طبعا المخلل ده مش هياخد كام يوم كده وتاكلوا منه على طول. طبعا بعد ما تعملوه تحفظوه في التلاجة عشان يبقى ايه ما يتهرش منكم اهو بالشكل ده. شايفين كده اهو. شغلي ولادك معاكي كده، قولوا لهم يلا كده نخلي الليمون مع بعض، وهيعملوه معاكي بسهوله. وطبعا الميه لما بتقطعي الليمون بالشكل ده هتحطيه
تحطي الميه اللي بتنزل منه في طبق وهتحطيها على الليمون بتاعك المخلل بعد ما تخلصي بالشكل ده. هرجع لكم ببرطمان تاني كده اوريكم نعمل ايه في الليمون وهو صحيح كده. ادي هجيب شويه من الليمون، طبعا استبعد القشر ده هخلله كده لوحديه عشان ايه ده مش هياخد سوا خالص. اهو بالشكل ده شويه من الليمون اهو بالشكل ده كده. وتحطي ايه لو طبعا ده لو مستعجله الليمون السريع، وتحطي كده شويه من الخلطه بتاعتنا، حطي قرنين شطه وهكذا. تحطي شويه من الليمون بالشكل ده كده، ونحط على طول لغايه ما نملى البرطمان. يعني نحاول بقدر الامكان ان احنا ندوس على الليمون لتحت كده بحيث ان هو ايه ما يبقاش فيه اي فراغات خالص بالشكل ده. ونحط الخلطه بتاعتنا والشطه، ونحط ملح كفايه. تحبيه الملح بتاعه خفيف خففي ملحه، تحبيه ملحه كتير مفيش مشاكل. اهو بالشكل ده لغايه ما نخلص باقي البرطمان. هخلص وارجع لكم. ادي الليمون بالشكل ده. طبعا هسيبه ليله كده ينزل الميه بتاعته، وبعد كده زودوا ميه طبعا عشان الميكروبات. يا اما تغطي الوش بتاعه بزيت او كيس كده وتغطيه كويس تحكمي الغلق بتاعه، يا اما تحطي البرطمانات. انا بحط البرطمانات بعد ما اخليها كده يعني على الغطا بتاعها بحيث ان ما ينزلش اي ميكروبات خالص للغطا من فوق. بكده بقى ادي الليمون بتاعنا. ننتظر طبعا وناكل منه، بيبقى جميل جدا. يا ريت تعجبكم الطريقه، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله، مع السلامه.